النهاردة هنتكلم عن قصة بتدخلنا كده في عوالم نفسية معقدة وشخصيات غريبة شوية. قصة عاصف ابن البيه. من مجموعة استروبيا للدكتور محمد فتحي عبد العال. بالظبط. القصة دي المصدر بتاعها مليان شخصيات، يعني كل واحد فيهم حكاية وتفاصيل كتير بتورينا إزاي البيئة والعيلة ممكن يأثروا على الواحد. فعلا القصة دي تعتبر نموذج مكثف قوي للدراما الإنسانية. الكاتب بيعرض لنا شخصيات كتير، كل واحد حالة خاصة. زي مين كده؟ يعني نبدأ مثلا بالأب عبد العظيم البيه ببروده العجيب ده، وبعدين ابنه عاصف اللي تايه بين الماضي والحاضر. وفي شخصيات تانية كمان مهمة. أكيد زي فوزية بنت أخته والدكتور زهران، كل واحد فيهم بيضيف للقصة بعد تاني خالص. خلينا نفصص المحاور دي شوية. تمام. نبتدي بالأب عبد العظيم البيه. ده شخصية يعني أساسية عشان نفهم اللي بيحصل. هو المحرك الصامت للأحداث تقريبا. عمدة سابق وعنده فلوس ورثها، بس ضيعها كلها على مزاجه، حشيش وعلاقات نسائية وكده. بس الأغرب من ده كله حالة اللامبالاة اللي عايش فيها، البرود التام. كأنه مش هنا أصلا، منعزل تماما عن أي حاجة بتحصل حواليه. البرود ده مش مجرد صفة فيه، لأ، ده يعني ممكن يكون آلية دفاع أو حالة مرضية معينة، وهي دي اللي شكلت مصير أسرته كلها. زي الموقف بتاع بنته الوسطانية. بالظبط. الموقف بتاع انتحار بنته عشان جوازه هو اللي وافق عليها، من غير حتى ما يسأل مين العريس. ولما كانت بتصوت وتطلب مساعدته قفل الباب في وشها. ده بيوريكي قد إيه كان في انفصال عاطفي رهيب. وحتى اسم ابنه عاصف ده لوحده تعليق يعني مأساوي وساخر في نفس الوقت. سماه على اسم عاصفة ترابية. عشان في ليلة كان بيحتفل فيها بالحشيش في رمضان، والدنيا كانت عاصفة بره. ده مش بس برود، ده اغتراب كامل عن الواقع. ومن الأب ده بقى بيطلع لنا عاصف، الابن اللي كبر وهو كاره القرية وحياته فيها. حاسس بغربة ونقمة طول الوقت. يمكن لما هرب على القاهرة بمساعدة أخته الكبيرة نرجس كان فاكر إنه كده هيخلص. بس هل هو فعلا خلص؟ يعني النقطة اللي بعد كده في حياته علاقته بفوزية بنت أخته، دي بقى اللي غريبة قوي. النقطة دي فعلا محتاجة وقفة. العلاقة دي مفتاح مهم قوي لشخصية عاصف. الموضوع مش مجرد إنه معجب بجمالها، لا خالص. دي حالة تعلق يعني ممكن نقول مرضي. لدرجة إنه يسيب المعهد بتاعه. ويتطوع يبقى زي الخادم ليها، يوصلها الجامعة ويستناها ويبقى جنبها طول الوقت. ده بيكشف قد إيه هو كان فاضي من جوه. بيدور على أي قيمة أو هدف أو يمكن حب بديل للي ما لقاهوش في بيته. العلاقة المستحيلة دي شرعاً واجتماعياً هي نفسها انعكاس للتشوه النفسي اللي جواه. بيدور على أي ارتباط حتى لو مؤلم. وهنا بقى بيدخل على الخط الدكتور زهران اللي تقدم لفوزية. دكتور زهران ده بقى بيهدم صورة الأستاذ الجامعي ورئيس القسم تماماً. بنكتشف له ماضي مش تمام، يعني قصة تزويره لنتيجة التحاليل عشان يلبس مراته البريطانية مشكلة عدم الإنجاب. دي لوحدها بصراحة صادمة. لأ، الكاتب بيستخدمه كنموذج فج قوي. يورينا إزاي الواجهة الاجتماعية والمكانة ممكن تكون قناع بس. بالظبط، قناع هش بيخبي وراه فراغ قيمي وسلوكي خطير. إهماله للبحث العلمي واهتمامه بالمكتب الفخم والكنبة الجلد وصنبور مياه مخصوص للقهوة. وحكاية رميته لرسائل الماجستير جنب الباسكت دي. عشان يفضي مكان لمجموعة البلغ بتاعته اللي بيلبسها بسبب السكر. تفاصيل دقيقة جداً بترسم صورة كاريكاتورية لشخص فقد البوصلة تماماً. ده بيخلي الواحد يسأل عن المعايير أصلاً. أكيد. ده غير بقى تصرفاته اليومية في الكلية، تضييع وقت في النميمة ونظرات مش مظبوطة لزميلاته وإهماله للطلبة اللي بيستنوه بالساعات. القصة بتعرض الحاجات دي بشكل مباشر وصادم، بتجبرنا نواجه جوانب ممكن تكون يعني مش مريحة في الطبيعة البشرية. التفاصيل دي بتخلي الواحد يقف يفكر في التناقضات اللي جوانا. وفي الآخر خالص القصة بتسيبنا كده قدام أسئلة أكبر. يعني هل الإهمال واللامبالاة بتاعت الأهل ما زي عبد العظيم البيه لازم نتيجتها تكون شخصيات مشوهة زي عاصف؟ وهل السلوكيات دي بتتورث، يعني كأنها لعنة بتنتقل من جيل لجيل؟ ده سؤال مهم فعلاً. والسؤال الأكبر بقى اللي بيفضل في دماغ الواحد بعد القصة، هل الشخصيات دي يعني عاصف أو أبوه أو حتى زهران كان عندهم فرصة يختاروا طريق تاني؟ ولا هم خلاص بقوا مجرد نتاج حتمي لظروفهم، لجيناتهم، للبيئة اللي شكلتهم؟ يمكن ده السؤال اللي محتاجين نفكر فيه بعد ما قرينا القصة دي. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك أي رأي أو سؤال
اكتبوا في الكومنتات، بنحب نسمع منكم دايما.